تذكرون طال عمرك شيء من الألوان اللي كان يقتنيها الملك سعود أو يحبها الملك سعود؟ كان يحب المغاتير. يحب المغاتير؟ اي نعم يحب المغاتير. هل بقى شيء من سلالات إبلة طال عمرك؟ لا والله ما عند الأبناء طال عمرك؟ لا والله ما بقى، هذا ما في شك. أول كان في الماضي كانت جوائز وجوائز يعني ما هي بطالة، لكن الجوائز السنة هذه الجوائز كبيرة، وثاني التنظيم أحسن، وثاني قربوا من العاصمة، وفيه أسباب كثيرة أنه يكون. أكيد راح الملك سلمان امتداد إخوانه اللي أكبر منه للملك عبد العزيز بحب الإبل، وهم يحبون الإبل كلها، وهذا يعتبرونه شيء من الموروث اللي يجب المحافظة عليه في المملكة، لأنه يعني لو تشوف مثلا أنه الإبل لها الدور الكبير في كل شيء في الماضي. إن شاء الله أنا راح أشارك إن شاء الله بالتلاج بإذن الله، لأن عندي إبل قيمة ما شاء الله وكلها من بعضها. نسمع أرقام فلكية، هل هي ظاهرة صحية؟ والله أولا الأرقام الفلكية ما أعتقد إن كلها صحيحة. والله اللي سمعته صارت السؤال ما عاد هو يعرف الحباري ولا يهدى الحباري، صار يقولوا لك هو يلحق الحمام ولا ما يلحق الحمام. انتظرونا في لقاء خاص مع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله، يأتيكم في الأوقات التالية.